السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي، يا رب كلكم تكونوا بخير. البيتزا في البيت والله يا جماعة خطيرة ومش مكلفة أبدا، وريحتها بتتكلم عن نفسها. ولما تعمليها بالأطعمة اللي انت بتحبيها، يا سلام يا جماعة على الريحة وعلى قوام العجينة وعلى مطة الجبنة. كل دي أسرار موجودة على مطبخ أكلة وسهرية. عايزة أوريكي حلاوة الجبنة، خطيرة وتستحق التجربة. وتسوية العجينة حكاية، والجبنة مطتها خطيرة. تفتكروا ايه سر مطة الجبنة؟ أكيد ما بخلتش بالمعلومة دي لأصدقائي. اللي بيشتري بيتزا من بره عارف يعني ايه بيتزا بصوص الرانش، عارف يعني ايه سعر بيتزا بصوص الرانش. لكن الحلاوه دي، عايزه اوريكي التسويه وعايزه اوريكي الاطراف لكن لما تتقطع. طيب ايه طريقه البيتزا؟ ايه هي خطوات البيتزا؟ كل الخطوات وكل الاسرار موجوده لكن على مطبخ اكله وسهريه. عايزه اوريكي اطراف الجبنه دي مشطشطه، معموله بصوص الرانش وبالجبن وبالبسطرمه. يا جماعه شايفه؟ سخنه جدا، اطرافها محشيه، شكلها خطير، تسويتها بتتكلم عن نفسها. ايه الطريقه وايه المقادير؟ ادخلي معايا الفيديو، ادخلي معايا القناه، هتلاقي المكونات سهله جدا وبسيطه. ده كيلو من الدقيق، هعمل فيه في النص كده، طبعا على حسب العدد. انا هعمل 4 فانا بحب كل واحده تكون مقدارها ربع كيلو من الدقيق. هضيف عليه معلقه من اللبن البودره، 3 معالق من السكر، هنزل بكوبايه من الحليب الدافي، كوبايه من الميه الدافيه. كل المكونات على بعضها. كيس من الخميره 10 جرام، حوالي 3 معالق من الزيت، علبه من الزبادي. كل الاضافات دي بتديها تيست حلاوه مش طبيعيه. نص معلقه من الملح. وهنبدا بقى نقلب كل المكونات دي. طبعا هلم العجينه وهعجن العجينه مده ما تقلش عن ربع ساعه. شايفه العجينه وناعمه وريحتها حلوه جدا من معلقه الزبده. اغطيها، اسيبها ساعه تخمر وتتضاعف حجمها. اختمرت وشكلها بيقول انها خطيره. طبعا هنبدا نقطعها على عدد البيتزا اللي احنا هنعملها، على قد ما هتعملي. شايفه العجينه خطيره، قوامها حلو قوي، وريحتها من معلقه السمنه البلدي موديها في مكان تاني. هنفرد كل واحده على حسب قطر الصينيه اللي حضرتك هتسوي فيها. معلقه من الزيت هنفردها في كل الصواني. مش هتلزق لان العجينه حلوه جدا، لكن زياده في التاكيد. بالشوكه وهبدا اخرمها علشان ما ترفعش بالحشو اللي موجود عليها. في الصينيه هحاول احشيه جبنه بالشكل ده واقفل عليه. حرف الصينيه كله هلف فيه الجبنه واقفله بالشكل ده. هخرمها بالشوكه عشان ما ترفعش مع الحشو. الحشوات دي كلها اختياري، حضرتك مش ملزمه انك ترتبطي بيها، لكن الاساس الفلفل، البصل، صلصه
البيتزا، ودي عملناها كتير جدا. طيب بعد ما فردنا العجينه بالشكل ده، طيب ايه المكونات؟ جبنه موتزاريلا، طماطم حلقات، بصل حلقات، فلفل الوان وفلفل اخضر. ممكن تستغني عن اي حاجه، يعني ممكن فلفل الوان بس او فلفل اخضر بس. دي تونه، وطبعا الحشوه اختياري، فبصفيها من الزيت اللي فيها عشان مش عايزه اي سوائل ابدا. ده فلفل سبايسي ممكن تستغني عنه لو انت مش حباه. صلصه البيتزا هنبدا نفردها على البيتزا بالشكل ده. طبعا لان البيتزا دي مختلفه، فهنضيف عليها مش صلصه البيتزا، احنا هنضيف عليها صوص الرانش، وهنفردها بالشكل ده كده. البيتزا اللي بصوص الرانش هضيف عليها قطع من البسطرمه، ممكن لانشون، ممكن تضيفي عليها اي مكونات انت حباها. هضيف عليها الجبنه الموتزاريلا. انا بضيف الجبنه تحت علشان ما تتحرقش مني، علشان الجبنه فوق بتاخد لون بسهوله وبتسيح بسهوله، فانا مش عايزاها تتحرق. الخطوه دي اختياري. اضيف عليها فلفل سبايسي، اضيف عليها شرايح الفلفل، قطعه من الجبنه الشيدر، هبشرها على البيتزا بالشكل ده. صلصه البيتزا بعد ما فردناها هضيف عليها الجبنه الموتزاريلا بالشكل ده. طبعا تونه يعني بصل، التونه طعمها مع البصل بيكون خطير جدا. هضيف حلقات من الطماطم، وهضيف حلقات من الفلفل. بيتزا بصوص الرانش وبيتزا بالتونه، لكن على طريقه مطبخ اكله وسهريه. الشكل بيوصف الطعم وبيوصف الريحه الخطيره، وبتقول قناه اكله وسهريه استحق المتابعه. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.